وفي خضم الأحداث الجارية في اليمن برز اسم العميد طارق محمد عبد الله صالح كأحد الشخصيات العسكرية والسياسية البارزة التي لعبت دورا حاسما في الساحة السياسية والعسكرية. ويمثل العميد طارق صالح رمزا وبارقة أمل للكثير من اليمنيين التواقين لشمس الحرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. صباح الخير. استطاع أن يعيد النشوة والفرحة لليمنيين بشكل عام ولمؤيدي المؤتمر الشعبي على وجه الخصوص ولكل المحبين للزعيم الشهيد علي عبد الله صالح. وكان ظهوره في شبوة عقب أحداث 2 ديسمبر بمثابة شعلة أمل في عيون الكثير من اليمنيين أنارت ظلمة الأحزان. ولد العميد طارق محمد عبد الله صالح في عائلة سياسية عريقة هي أسرة عفاش، وتربى في بيئة عسكرية وسياسية ما شكل شخصيته القيادية وقدرته على اتخاذ القرارات الصعبة في الأوقات الحرجة. ومنذ بروز اسمه في الساحة بدأ العميد طارق صالح يتصدى للتحديات التي تواجه بلاده متسلحا بالإرادة والعزيمة والعلم. مع ظهور العميد طارق محمد عبد الله صالح في شبوة بعد ثورة 2 ديسمبر، حيث كان يلملم الأحرار والثوار الذين لحقوا به إلى عدن الباسلة، وكان ظهوره بمنزل الوفي الشهيد عارف الزوكا بمثابة الفرج للكثير من المؤتمريين الذين فقدوا الأمل في ظل الأوضاع التي حدثت في 2 ديسمبر، واستطاع أن يلم شملهم ويعيد لهم الشعور بالانتماء والهوية، وأعاد لهم روح الجمهورية والحرية. بعد ذلك اتجه العميد طارق محمد عبد الله صالح إلى الساحل الغربي، حيث أسس المقاومة الوطنية التي لعبت دورا رئيسيا في التصدي للحوثيين بقوته المدربة والمؤهلة حراس الجمهورية الأبطال. ولم يقتصر دوره على الجانب العسكري فقط، بل أسس المكتب السياسي الذي ساهم في تنظيم العمل السياسي والعلاقات الداخلية والخارجية. الأمن والتنمية. لم يقتصر دور العميد طارق محمد عبد الله صالح على الجوانب العسكرية فقط، بل أسس أيضا قوات أمنية وبحرية، مما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة بالساحل الغربي، وسعى لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة في الساحل الغربي. استطاع العميد طارق محمد عبد الله صالح أن يحتل قلوب الناس بحسن قيادته واهتمامه بمصالحهم، فلقد أصبح رمزا للأمل والتغيير، حيث يعتبره الكثيرون قائدا يحارب من أجل مستقبل أفضل لليمن، ويحارب في أكثر من جبهة بمسارين لا يتقاطعان، هما مقاومة الاحتلال الحوثي واستعادة تحرير ما تبقى من اليمن، وجبهة الوعي والتنمية وبناء المجتمعات. يؤكد العميد طارق محمد عبد الله صالح بل ويؤمن أن الطريق إلى صنعاء واضح سواء عبر السلم أو الحرب. لقد صرح بأن وجهتنا صنعاء وقبلتنا صنعاء، مما يعكس عزيمته وإرادته في استعادة العاصمة اليمنية، ويهدف إلى بناء جمهورية تعنى بالسيادة والكرامة ولا قبول بالذراع الإيراني ومن معه من الخونة والعملاء. أخيرا، وفي ظل الأوضاع المعقدة التي يمر بها اليمن، يبقى العميد طارق محمد عبد الله صالح رمزا للتحدي والقيادة. لقد استطاع أن يقود المقاومة الوطنية ومسيرة التغيير في الوقت الذي كان فيه الكثيرون يتراجعون ويختفون خلف الستار. إن إرادته القوية والصلبة ورؤيته وخططه الواضحة لمستقبل اليمن الجمهوري الموحد تجعله محل أنظار الجميع كقائد يستحق الاحترام والتقدير من قبل جميع اليمنيين.